اجيو معايا نحضروا مسمن رويال بعجينه اللي هي غزاله، عجينه فيها مكونات بسيطه وكذلك حشوه اللي هي معلكه، اما طريقه التشكيل جديده. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم وتجربوه في القريب. تحضروه اما الكوتي ولا العشاء تقدموه مع مرافقات. من بعد ما تجربوا هذا المسمن رويال غادي تجيكم نتيجه جد مرضيه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه في القريب. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم على الاخر نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات الخاصه بالعجين، خديت واحد الهاشوار، ضفت له ما يعادل كوب ونصف من الدقيق الفينو او السميد الناعم. ضفت كذلك ما يعادل كوب ونصف من الماء الفاتر اللي كيكون دافي قليلا ماشي بزاف، باش داك الفينو ما كيطلقش الخيوط ديالو من بعد اثناء الطحن. ولا رديتو معايا البال بالنسبه لهاد الزلافه اللي كنخدم بها، كتهز هكا كوب ونصف بقياس كاس شاي او كاس العنبه. من بعد بديت كنخدم هاد المكونين مع بعض بالاستعانه بالهاشوا. اون فوا لاحظت انه الفينو تشرب داك الكميه ديال السوائل، ضفت مازال واحد الكميه ديال نصف كوب اخر من الماء باش الفينو ديالنا كيتخدم مزيان. استمريت هكا في الطحن تقريبا واحد المده ديال 2 ديال الدقائق. من بعد فرغت داك الخليط في واحد الاناء وزدت واحد الكميه ديال الملح كيبقى خلاص حسب الذوق. صافي هذا هو المكون الوحيد اللي غادي نستعمله في العجينه ديالنا ديال المسمن. كتجي عجينه اللي هي ناجحه بدون اضافه المكونات الاخرين اللي كنعرفوا. من بعد كتجي المرحله ديال اضافه الدقيق الابيض او الفورس او فرينه. كنبقاو نضيفو بشويه حتى كنحصلوا على القوام المعروف ديال عجينه المسمن او الملوي. القوام غتشوفوه في الصور امام اعينكم. عجينه كتكون طريه لينه، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش كذلك مرخوفه بزاف. هذا هو القوام ديال العجينه والكميه ديال الدقيق وكذلك الماء، وغادي تلقاوها في صندوق الوصف بالتفصيل. تقريبا بالنسبه للدقيق الابيض احتاجيت واحد الكميه ديال 2 ديال الاكواب بقياس كاس شاي او كاس العنبه. من بعد ما جمعت العجينه ديالي دهنتها من الفوق بشويه ديال زيت نباتيه وغطيتها وخليتها جانبا فوق سطح العمل ترتاح. من جهه اخرى غنشارك معكم واحد الحشوه اللي كتجي معلكه وكتجي بنينه واقتصاديه كذلك بالمكونات اللي متوفره عندنا في البيوت ديالنا. خديت واحد المقلاة ضفت ليها ما يعادل 2 ديال الكميات متساويين ما بين زيت المائده وزيت النباتيه. ثم ضفت بصله كبيره اللي كتكون مشلضه جيدا. ضفت كذلك واحد الكميه ديال قطع من الديك الرومي اللي كيكون هكا مقطع مزيان. يمكن لكم تعوضوا في المكان ديالو بالقطع ديال صدر الدجاج ولا بالكفته او اللحم المفروم، ولا تستغناو على اللحوم بصفه نهائيه تكتفي فقط بالخضر. فوق شعلة نار اللي هي متوسطه بديت كنشحر هاد المكونات مع بعض حتى كنحسوا بديك البصله انها بدات كتدبل وكذلك لدان كيبدا كيدخلوا طياب. من بعد ضفت واحد الحبه من الطماطم اللي كتكون هكا مقشره وقطعتها كذلك جيدا. يمكن لكم تهشيوها ممكن. ملعقه صغيره من الصلصه ديال الطماطم المركزه. نصف ملعقه صغيره من الهريسه او الشطه او الفلفل الحار. من بعد كتجي المرحله ديال اضافه التوابل. اقتصرت فقط على 3 ديال التوابل. عندي شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود وكميه من البابريكا او التحميره وشويه ديال الزعتر اللي كيكون مطحون والملح اكيد. صافي هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد الحشوه هادي. استمريت هكا في التقليب حتى كنحسوا بديك الحشوه انها بدات كتعلق. وفي اخر مرحله ضفت واحد الكميه من الزيتون الاخضر مقطع او مهاشي. صافي كنطفيو النار وكنخليو الحشوه ديالنا جانبا تبرد وتاخذ الحراره ديال المطبخ باش ما كتقطعش لينا العجينه فيما بعد.
من جهه اخرى العجينه ديالنا اصبحت جاهزه للتشكيل. كيف ما كتلاحظوا معايا كتعطينا الطوع نشكلوها كيف ما بغينا. هاد الكميه اللي كتشوفوا معايا قسمتها ل10 ديال الكويرات، لانه ان شاء الله كل مسمنه غويال غادي تكون مكونه من 2 ديال الكويرات. الاختلاف كيبقى غير في الطريقه ديال الطهي. المهم من جهه 5 ديال الكويرات هما اللي غادي نخدم بهم في الاول. غادي ندير مسمنه فوق مسمنه، بحال بغيت نصايب هكا تريد، يعني كتجي وحده فوق الاخرى. والخمسه الاخرين غنخليهم جانبا، غنوريكم شنو غنديروا فيهم نديروا بهم فيما بعد. ضروري ما تغطيو الكويرات ديالكم من الفوق باش ما كتشكلش واحد القشره غليظه من الفوق كتخسر لينا هكا العجينه ديال المسمن. من جهه اخرى خديت ورق الزبده بشكل مربع، ثم دهنته من الفوق بشويه ديال زيت النباتيه، وخديت الكره الاولى من العجين وبديت كنبسطها حتى يصبح السمك ديالها هكا رقيق. من الاحسن ترققوها. في هذا الاثناء خديت واحد المقلاه اللي كتكون ثقيله وكبيبره شويه، رشيتها من الفوق بشويه ديال زيت نباتيه. بالنسبه لشعله النار تكون فوق المتوسط قليلا، ما تكونش منخفضه وما تكونش مجهده. من بعد خديت ديك المسمنه اللي خدمتها هكا فوق ورق الزبده. من الاحسن تخدموا في ورق الزبده باش تحكموا في العجينه ديالكم، ما كتشكلوش دوك الودينات في العجين باش كتجيو هكا تبغيو تحطوا المسمنه فوق المقلاه. بالنسبه لي انا ورق الزبده كيسهل العمل بزاف في الخدمه ديالو. استمريت بنفس الطريقه، بديت كندير هكا مسمنه فوق مسمنه حتى كنخدم دوك الخمسه ديال الكويرات اللي قلت لكم في الاول. بالنسبه للمسمن صافي اون فوا كترميوه ما كتحاولوش تبداو ترشوا بكميه من الزيت باش المسمن ديالنا كيجي ناشف وما كيجيش هكا فيه كميه كبيره من الدهون. هادو هما الخمسه الوحدات، هادو هما 5 ديال المسمنات وحده فوق الاخرى اللي حصلت عليهم. غنخليهم هكا جانبا. من جهه اخرى خديت الحشوه قسمتها ل5 ديال الحقوقه، لانه غادي نحصل على 5 ديال المسمن اللي تيجي هكا بشكل كبير كيجي رويال. نتمنى ان شاء الله هذه الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوا في القريب. كيجي ولا اروع، مقرمش مورق غزال بزاف وبريستيج هكا. لا بغيتو تقدموه في المائده ديالكم للضيوف اللي مالا. الحشوه راه كتبقى اختياريه، استعملوا اي حشوه بغيتو نتوما. انا اليوم شاركت معكم اقتراح. من جهه اخرى بالنسبه لدوك الخمسه ديال الوحدات من العجين اللي حصلنا عليهم غادي نبداو نخدموا بهم. الطريقه هي اننا كناخذوا ورق الزبده ونفس ورق الزبده اللي خدمنا به كنرشوه من الفوق بشويه ديال زيت نباتيه، ثم كناخذوا العجينه او الكره الاولى من العجين كنبسطها كذلك بنفس الطريقه عاديه حتى كتصبح العجينه رقيقه. كناخذوا المسمنه الاولى من هذوك المسمنات اللي طيبنا. يمكن لكم تقادوها من الجوانب الا حسيتوا بان الجوانب ديال المسمنه اللي طايبه الجوانب كيكونوا هكا غلط، كتحاولوا تاخذوا واحد المقص وكتقطعوا الجوانب. من بعد وضعت المسمنه اللي طايبه في الوسط ديال العجينه ديال الدائره من العجين. خديت الفرomاج ديال الساندويتش كيف ما كتلاحظوا معايا شكلته بشكل هو مثلث. تخدموا واحد المثلث كيشد هكا الجوانب او القنيتات ديال المسمنه باش كيجينا واحد المسمن رويال اللي هو في الشكل ديالو متقايس ومتساوي. وضعت الحشوه في الوسط كذلك شكلتها بشكل هو مثلث، وخديت هاد الكريمه هادي ديال الطبخ حتى هي كتجي بنينه وكتجيب لينا الحشوه معلكه اكثر واكثر. من بعد سديت على الحشوه، كنقفلوا على الحشوه بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله الطريقه ديال التشكيل تكون واضحه. المهم في الاخير اننا نحصلوا على واحد المثلث اللي كيكون متساوي الاضلاع بحال هذا. المهم نتمنى ان شاء الله توصلكم الفكره.
من بعد استمريت بنفس الطريقه حتى ساليت الوحدات اللي عندي كاملين. يمكن لكم اللي حضرتوها طيبوها في المغلاة. من جهه اخرى كتجي المرحله ديال الطهي اللي هي مرحله كذلك مهمه. خديت النوع هذا من المقلاة اللي كتجي هكا فيها دوائر من الوسط، باش اون فوا كيطيب المسمن كيجي هكا مرشوم. من بعد كتجي فيه واحد الزويقه اللي هي زويونه. يمكن لكم كذلك طيبوا غير في مقلاة عاديه، ما كاينش مشكل. من بعد كنرشوا المقلاة ديالنا بشويه ديال زيت نباتيه فوق شعله نار متوسطه، فوق المتوسط قليلا، ما تكونش منخفضه وما تكونش كذلك مجهده. بديت كنطيب في هذا المسمن هذا رويال. طيبوه كذلك حتى من الجوانب، واستمريت بنفس الطريقه حتى طيبت الوحدات اللي عندي كاملين. كيجي مقرمش ولا اروع، غتشوفوا معايا النتيجه امام اعينكم. كيف ما قلت لكم سابقا يمكن لكم هكا تقدموا في المائده للضيوف، كيجي هكا بريستيج. يمكن لكم كذلك تصغروا له الحجم ديالو، ديروه هكا صغير ولا تكبروه على هذا القياس هذا اللي كتشوفوا معايا. وهذه هي النتيجه الاخيره. كيجي مورق من الداخل، معلق كذلك بديك الحشوه اللي شاركت معكم، وفيه واحد التقرميشه غزاله بدون زبده. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه في القريب. يمكن لكم تحضروا يعني طبق رئيسي تقدموه مع مرافقات، اما الكوتي ولا مثلا العشاء. لما لا، كيجي بنين في المذاق ديالو الحشوه. نتمنى ان شاء الله تجربوها كيف ما هي وتردوا عليا الخبر هكا في التعاليق. المهم بلا ما نطول عليكم، كيف ما ديما عجبكم الفيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش تشجعوني ودعموني بلايك وتعليق ثم بارطاج. ولا كنتم من الناس اللي اول مره كتزوروا القناه، فضلا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك او زر ابوني باش توصلوا دائما بالفيديوهات ديالنا. لكم مني كل الشكر والتقدير، والى الملتقى باذن الله. نهاركم مبروك.